ان الثلاث لعيبه النهارده كانوا قدام النيابه. ايه رد فعل الزمالك هنا؟ رئيس نادي الزمالك طلع وقال انا هنسحب من البطوله. يا نادي المبادئ، يا نادي القيم، مدرسه الفن والهندسه، يا زيزي روح قلبي انا، انت بتضحكيني يا ماما، انت جميله، انت بتضحكيني، روح انت جميله خالص، بتخسري بتضحكيني، بتفوزي عليا بتضحكيني، انت مصدر الضحك يا ماما، انت روح قلبي يا اختي جميله، انا عارف اعيش من غيرك، ده انت بتضحكيني. عايز تعرف الاهلي عنده مبادئ ولا لا؟ شوف سبحان الله، هتسمع الرد مش مني، الرد من القدر. القدر هو اللي بيقول لك بص شوف يا اعمى الضمير، بص شوف مين النادي اللي عنده مبادئ. انا هقول لك، وما تبصش اللون ده عشان اللون ده ممكن بيعفرتك شويه، اللون ده ممكن بيكركبك نفسيا شويه، معلش استحمل، الفيديو صعب عليك استحمله. ايه اللي حصل امبارح؟ ما بين مشكله حصلت لثلاث لعيبه في نادي الزمالك افتعلوا مشكله، وما بين لاعب افتعل مشكله في النادي الاهلي. ايه تصرف النادي الاهلي وايه تصرف نادي الزمالك؟ هتكلم بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي حصل مشكله في الاوض المغلقه ما بين كولر وكهربا، وكهربا عمل فعل مشين وعلى صوته على كولر، ودي في الاوض المغلقه. وانا عاتبت كابتن محمد رمضان، قلت له انت ايه اللي خلاك تعلن؟ انا مش عايزك تعلن عشان ده مش وقته، عشان خاطر الاعلام الرياضي ما بيصدق. لكن الاهلي اعلن الخبر علنا قدام الناس، مع ان انا ضد الحته دي، ومعلش احترم وجهه نظري فيها اهلاوي مش مشكله، بس انا بتكلم زملكاوي دلوقتي. تمام. اذا الاهلي كده ايه؟ عنده مبادئ وصاحب قيم. خلاص تعال بقى لزيزي. نادي الزمالك عمل ايه بقى؟ بص، اللي هيغلط وما تعاقبش هيغلط تاني، وما تعاقبش هيغلط تالت، وما تعاقبش هيغلط رابع. كل ما بتطبطب كل ما الموضوع هيكبر. فاكرين المشكله بتاعت الفلوس، الحركه بتاعت الفلوس بتاعت دونجا وشيكابالا في السعوديه؟ حصل توتر كده ما بين يعني الناس اللي في السعوديه كلهم اتضايقوا كده، لكن الموضوع عدى. لكن في الامارات بقى ايه اللي حصل؟ تطور اكتر. ايه اللي بقى اللي حصل؟ دونجا ومصطفى شلبي وصبحي الثلاثه اتخانقوا مع الامن، ومصطفى شلبي الامن اللي في الاستاد امبارح في الامن الاماراتي، ومصطفى شلبي قام ضرب الامن باللوكميه في وشه. والموضوع تطور ان الثلاث لعيبه النهارده كانوا قدام النيابه. ماليش دعوه بقى بالقصه دي. قول لي بقى ايه رد فعل الزمالك هنا؟ رئيس نادي الزمالك طلع وقال انا هنسحب من البطوله. يا نادي المبادئ، يا نادي القيم، مدرسه الفن والهندسه، يا زيزي روح قلبي انا، انت بتضحكيني يا ماما، انت جميله، انت بتضحكيني، روح انت جميله خالص، بتخسري بتضحكيني، بتفوزي عليا بتضحكيني، انت مصدر الضحك يا ماما، انت روح قلبي يا اختي جميله، انا عارف اعيش من غيرك، ده انت بتضحكيني ومفيش غيرها هتضحكني. ها ايه رايكم؟ اصل امام عندكم وهو اللي شتمكم وجه عندكم، هو شتمني عندكم. عملت انت بقى ايه؟ سقفت له بطل يالا امام، شتمت يالا صالح سليم وشتمت الاهلي بطل، طلعته بطل، لكن لما جه عندي ما بقاش بطل. نصيحه او كلمه لبعض، عشان في جماهير الزمالك محترمه، كلمه لبعض جماهير الزمالك اللي بتشجع الزمالك عشان بتكيد الاهلي، اللي عندها مرض نفسي من الاهلي فعشان كده بتشجع الزمالك، اللي اول حاجه بتحصل لما الزمالك والاهلي بيلعبوا بعض، اول رد فعل بيعمله بدل ما يروح يشجع لعيبته ويروح يقول لعيبته برافو، بيروح على جماهير الاهلي بيحفل عليهم. ركزوا معايا، دي الرساله دي من النوعيه دي. انت مش مشجع للزمالك، انت خلقت عندك مرض نفسي من النادي الاهلي، فبالتالي بتعمل ايه؟ بتكيد الاهلي، فانت بتكيد الاهلي. خلاص؟ عندك امام عاشور شتم صالح سليم وضرب وليد سليمان، يا معلم يا بطل، هو الاسطوره امام عاشور. فاكرين يا جدعان
الواد اللي كان بتقول عليه الحراق ده ولا مشطشط ده، انا نسيت اسمه. انا لعيب نسيت اسمه، كنت بتقول عليه اسطوره ساعتها والله نسيت اسمه. اسمه باسم مرسي، ده انا نسيته، ده كان اسطوره في زمانهم. ليه بقى كان اسطوره؟ هقول لك ليه. لانه كان بيشتم الاهلي، كان بيقول حاجات مشطشطه كده، كان بيقعد يضايق في الاهلي، لكن بطولات وجوان لا، مش مذكور اصلا دلوقتي. فاكرين بسله؟ عشان رقص بس رامي ربيعه طلقستين بقى بطل، اوبا يا معلم بقى بطل. طب دلوقتي حد يعرفه ولا حد يعرفه؟ يا جدعان تاريخ يا جدعان. امام عاشور بقى ايه وحش بقى، والدنيا بقى مش عارفه ايه، ليه بقى ليه وحش ليه؟ اصل شتمكم. ايه ده؟ يعني انت بتعترف ان الشتيمه لصالح سليم غلط؟ طب نيجي نرجع بالزمن لورا كده، طب ما انت كنت مطلعه بطل. الله. اه مش عايز ارد، انا مش عايز، أنا الفيديوهات دي انا ماسك نفسي، مش عايز، انا كنت طالع عايز اعمل محايده واحنا ماشي. فاكر ابراهيم سعيد؟ مش انت معترف ان اللي يشتمني ما يجيبوش عندي؟ طب تعالى لي. فاكر ابراهيم سعيد لما شتمكم في ماتش 6-1؟ هو بيلعب عندكم ليه؟ ده بيلعب عندكم ليه بجد والله؟ والله العظيم. ما تجيش معانا انت كزملكاوي. لو انت زملكاوي محترم اخد ودي معاك في الكلام، وعايز اقول لك انت ممكن تكسبني بالكلام كمان. لكن لو زملكاوي عندك مرض نفسي من الاهلي، ما تتكلمش معايا، احسن لك. هتسمع كلام هيضايقك. يا اهلاوي يا محترم، اراك ضاحكه. يا اهلاوي يا محترم، اراك ضاحكه.